لو عندك ترنج زي دوت، هو على مقاس ابنك ولكن بتضطري تركنيه لانه ضيق شويه من تحت الباط، بيتلبس بصعوبه، دخل دراع ما يعرفش يدخل التاني بسهوله. او زي دوت مثلا رقبته ضيقه وبيدخل من راسه بالعافيه، وهو على مقاسه وترنج شيك وحلو، حرام تركني كل الهدوم دي. تعالى اقولك تعدليها ازاي وهتبقى من الهدوم المفضله ليكي ومش هتتركن ابدا. الطريقه الاولى او الفكره الاولى اللي هنعملها مع بعض، انا هقولك فكرتين وانتي طبقي الفكره اللي تعجبك على الترنج اللي تلاقيه مناسب، يعني الفكره المناسبه على الترنج المناسب. تمام. انتي هتقيسي الترنج من النص، دي اول فكره. انتي هتقيسي الترنج من النص بمسطره او بمزوره زي ما انا قست كده، وهتقصي وتخلي بالك ان هو يبقى من النص بالظبط. يعني تقيسي من نص جيب او تقيسي من تحت الباط، وتخلي بالك انك ما تحوديش وانتي طالعه كده وبتقصي، ان هو برضو يبقى من النص بالظبط. وهي دي الفكره، ان احنا هنفتحه من النص ونركب له سوسته وهنلبسه زي جاكيت كده، مش هنلبسه وهو مقفل. يعني هنتني كده القماشه وهنخيطها على دي، اللي عنده مكنه يخيط بالمكنه، واللي ما عندوش يخيط على ايده. انا عملتها على ايدي عادي، بس اوعي تقعي في نفس الغلطه دي. يعني ما تبدايش السوسته من فوق، لازم تبدأيها من تحت، تخيطيها من تحت وتطلعي بيها لفوق، والزيادة بتقصيها وبتقفليها مع الهدوم وتتنيها وكده. لكن لو بدأتيها من فوق تيجي تقصي الزيادة من تحت، هتلاقي السوستة باظت خالص ومش هينفع. زي ما انتوا شايفين هي من النص بالظبط، والترنج زي ما يكون هو كده، وبقى سهل جدا في اللبس والقلع وما تركنش وهيتلبس وزي الفل. هقول لكم بقى على الفكرة التانية وانتوا طبقوا الفكرة اللي تعجبكم. بس قبل ما اقول، ما تنسيش تعملي اشتراك في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي وكل افكاري، وما تنسيش اللايك، ويا ريت اللايك يبقى على اليوتيوب مش على الفيس يا جماعة. الفكرة التانية ترنج زي دوت، هو زي الفل وكويس، بس المشكلة ان رقبته ضيقة جدا زي ما انتوا شايفين. انا كنت حتى قطع رقبته عشان ادخلها، بس برضو البق نفسه ضيق ما بيدخلش. فانا هعمل له فكره كده بسيطه، هفتحه من الجنب. ترنجات كتير بتيجي كده اصلا بيبقى فيها سوسته من الجنب، انا بقى هعمل سوستتين، واحده من الجنب ده واحده من الجنب ده. وانتي لو عايزه تعملي سوسته واحده من جنب واحد مفيش مشكله، هتشوفي شكلها كده وهتشوفي شكلها كده، وانتي اعملي اللي يريحك او على حسب شكل الترنج اللي عندك. في بعض الترنجات بيبقى ليها سوسته واحده كده من الجنب، وفي بعض الترنجات بتبقى من فوق كده نازله بسوسته من هنا ونازله بسوسته من هنا. انت هتشوفي الشكلين. حاولي ما تجريش الفيديو عشان لو قلت معلومه في نص الفيديو ما تفوتكيش وتركبيه بطريقه غلط. اول حاجه لما تقصي، قصي حته صغيره اصغر من حجم السوسته. السوسته دي طبعا سوسته صغيره، بس انتي قصي اصغر من حجمها علشان الخياطه ما تفرطش منك. وبعد كده لو حبيتي توسعي شويه الفتحه توسعيها سنه بسنه، عشان لو الخيطه طلعت على قد السوسته بالظبط هتلاقي الموضوع شكله بايخ وهتلاقيها طويله كده ومش حلو. انا بقص الحته دي علشان هي يعني عامله بوس كده. انتي ظبطي القماشه وسويها براحتك، وهتتنيها كده زي ما انا تانيها، وهتخيطيها مع السوسته زي ما انتوا شايفين اهو. انا خيطتها برضو على ايدي بخياطه صغيره، بحاول ما بينهاش كده من بره. تمام، من غير مكن ومن غير اي حاجه، واي ست تقدر تقفلها. التقفيله دي موضوع بسيط وسهل جدا. ادي شكلها لو هي بناحيه واحده اهو، زي ما يكون هو جاي كده. ترنجات كتير بيبقى لها سوسته من الجنب زي ما قلت لكم. تعالوا بقى اوريكم لو هنعمل السوسته التانية هنعملها ازاي. انتي طبعا بتوسطني وبتقصي نفس الطول اللي قصيتيه هنا. خلي بالك برضو اني ما تفرطش منك الخياطه القص قصدي. بس واديني ركبت السوسته التانية بقى شكلها كده. انا شايفه ان كده شكلها بالنسبه لي احلى. وبصي بقى البق واسع بقى وخلاص. الترنج ده تمام، ولا هنتخانق تاني ولا هنعيط واحنا بنلبسه ولا هنضطر نركنه من كتر ما زهقنا منه. وما تنسوش تتابعوني واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسوش اللايك والشير عشان ترفعوا الفيديو وكل يشوفه.